عمل ايه بقى خوسيه ريبيرو؟ وعلى فكره في كلام لعب 4 ماتشات بيدار بقوه بيدار بقوه ان الراجل دوت لو ما ظبطش نتائجه لحد طبعا هيمشي طبعا. طب هو ده اسمه كلام؟ لعب 4 مباريات رسميه في كاس العالم للانديه مع انتر ميلان، تعادل 0-0. بالميراس البرازيلي خسر 2-0، ومع الملعب الاولمبي فاز 4، ومنتخب الشباب فاز 1، وبتروجيت تعادل 2-2، وانبي فاز 2-0. خد بيقبض خوسيه ريبيرو ده 170 هو ومعاونيه، 170,000 دولار في الشهر، 130,000 له و40,000 لمعاونيه. طيب انا النهارده لما خوسيه ريبيرو ده يكون بياخد في جنوب افريقيا 35,000 دولار وانا اجيبه اديله 130,000 دولار، يبقى ده ايه؟ انا عايز افهم. انا لو سمحتوا ردوا عليا الجمهور الحبيب اللي بيتفرج علينا. انا النهارده لما اجيب مدرب، انا بتكلم على انديه مصر كلها لان ده بيحصل في الانديه المصريه كلها، خدوا بالكم، ما بتكلمش على مدرب بعينه وعلى نادي بعينه، انا بتكلم على كل الانديه، ولازم يبقى في رقابه، لان ما ينفعش ان المدرب اجيبه من جنوب افريقيا بيقبض 35,000 واجي اقول ده انا بديله 130 ويتكتب 130 ومحدش يكذب، محدش يكذب ولا حد يجي يقول لا الكلام اللي بتقولوه غلط، ده بياخد 40، ده بياخد 5-10 زياده، انما ياخد 200 ضعف. ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى الفلوس بتروح فين؟ في الانديه الفلوس بتروح فين؟ ما احنا شايفين الكوره اهي، ما احنا شايفين الكوره، لا فيها متعه ولا فيها اثاره ولا فيها اهداف ولا في تكتيك ولا في حد بيعمل ولا حاجه خالص. اتفرجنا على اول اسبوع، كل سنه وانت طيب. فمش عارف يا ربيع والله انا معاك. احنا قلنا يا كابتن مجدي الاختيارات اللي بيجي يقعد على الكرسي يعني ما عندوش صبر، ما عندوش نظام، مش مهنته. لما بيجيب النهارده انت بتعين مدير رياضي مثلا، خلاص مدير رياضي ليه؟ وليه بياخد 150,000 و200,000 و300,000؟ عشان الشغل الصح، عشان الشغل الصح، عشان الشغل الصح. فالشغل الصح عشان يجيبوه مدير رياضي وهو ما بيعرفش حاجه. لا ولا